السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات والوصفة اللي فاتت، وان شاء الله يا رب كل حاجة اقدمها تعجبكم وتطلع كويسة معاكم. ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نعمل معاكم الحاجة الحلوة دي. هنعمل الجلاش اللي منستغناش عنه في اي سفرة، سواء في رمضان او غير رمضان. يعني يعتبر اللي هو ايه الحاجات اللي بتفتح النفس لاولادنا ولينا. عندي هنا هعصج اللحمة الاول، نزلت بحوالي 3 معالق زيت ومعلقة زبدة وبصل. البصل هنا انا بشربه المبشرة، بحب ابشره لانه بيبقى بالمية بتاعته فبيدي نكهة كويسة. ونص كيلو لحمة مفرومة انا عملتها فرمتها في الكبة. هضيف لهم جزراية مبشورة، والتوابل اللي عندي المتوفرة عندك انا هضيف كزبرة وكمون وفلفل اسود وكزبرة ناعمة ناشفة متحمصة ناعمة مطحونة، وتوابل لحمة. ولو عندك معلقة نص معلقة، يعني لو عندك توابل لحمة تضيفي نص معلقة، ولو امكن ان انت تضيفي مكعب ماجي، بس انا ما ضفتش ماجي، ما بستعملش الماجي اساسا الا للضرورة. وعندي جزراية هنا هضيفها، اقلب الاول كده اول تدبل معايا، وبعدين هنزل عليها بالجزر يدي نكهة كويسة وطعم. وبس كده. والتوابل بتاعتنا اللي هنضيفها كمون ملح بابريكا فلفل اسود ناعم وكزبرة ناعمة وتوابل لحمة. ولو رشة لو عندك رشة قرفة ممكن تضيفيها، ورشة حبهان خفيفة. وما تكتريش توابل قوي، التوابل المتوفرة عندك بتدي نكهة كويسة. وايه بس الاساس فلفل اسود وتوابل اللحمة ورشة قرفة والكمون كمان. وكده خلاص هسيبها على النار، هي ما تاخدش معايا 10 دقايق. تسيبيها تشوح كده مع البصل، ما تخليهاش تنشف وما تخليهاش، تسيبيها كده جوسي. العصاره بتاعت البصل ما تخليهاش تنشف جامد عشان ما تجلدش معاكي. لازم تبقى ايه جوسي كده طريه، وبتدي نكهه كويسه مع الجلاش. وبعدين عندي لفتين جلاش، وعندي كده هسيبها بقى ايه على النار كده حوالي 5 دقايق، ما تكملش، هي قربت كده خلاص. ممكن تعمليه بالفراخ، ممكن تستبدلي اللحمة بالفراخ، ممكن تعملي الجلاش بالجبن، ممكن تعمليه بالخضار، ممكن تعمليه كمان بالسبانخ، اي المتوفر عندك اعملي بيه. هنا هنعمل بقى ان شاء الله. عندي هنا الجلاش كده خلصت، عندي صينية وعندي زبدة سايحة مع لو عندك سمنة متوفر، بس انا ما بضيفش زيت ولا بضيف زبدة سايحة. ولفتين جلاش، وبضيف الاول مع كده ورقتين كده، كل ورقتين ورقتين، وبلمعهم بالزبدة خفيف خالص عشان ما تنشفش معاكي. ممكن تضيفي 2 أو 3 حسب ما انتي بتعملي. كده خلصت نص الكمية. انا عملت لفتين جلاش، اللي هي اللفة نص كيلو. الصينية اللي هي الكبيرة اكبر صينية من اللي هي الصواني اللي بيبقى طقم مع بعض، ودي اكبر صينية فيهم. معرفش بصراحة مقاسها كام، هي بتهيألي اكتر من المقاس بتاعها اكتر من 30. هنا فردت اللحمة المتعصجة، وهنزل عليها بالباقي الجلاش، وهلمع كده. وبعدين هسيب ورقتين سلام اقفل بيهم الصينية من تحت كده داير ما يدور. ايوه كده بصي، تبقى معايا قطعة الجلاش متغلفة بحيث ما تقعدش لما تيجي تقطعيها ما تفكش معاكي. تلفيها كده داير ما يدور بالطرف بتاعها، تقلبيها من تحت خالص، من الصينية من تحت خالص اخر ورقة، بحيث اللي انت بتلمي الورق كله مع بعضه. بعد كده هقطعها، وبعدين هعمل المارينيه اللي عندي. انا بعمل لبن وزبدة بس، ما بضيفش. انا ما بضيفش، في ناس بتضيف نص معلقة كربوناتو، وفي ناس بتضيف آه في ناس بتضيف، وممكن تضيفي كمان بيض، بس انا ما ضفتش بيض. انا ضفت بس اللبن. عندي كوباية لبن وحوالي نص كوباية سمنة، اللي بتبقية اللي هي الزبدة السايحة دي. عملتها ورحت جايه مقلباها مع بعض. ممكن تضيفي ربع معلقة كربوناتو او نص معلقة كربوناتو او وبيض مع اللبن، بحيث ان هو يورق معاكي. وفي ناس بتضيف كمان، ممكن تضيفي كمان نشا، بس انا بصراحة انا بعملها كده على طول، ما بضيفش بيض عشان انا ايه ما بحبش يعني ريحة البيض.
بيبقى جميل معايا ومبياخدش وقت وما شاء الله بيبقى كويس. الاول بتشغلي الفرن قبل ما بتبدأي، بحيث ان يكون الفرن سخن معاكي على 220، وبعد كده تحطيها في الرف التاني اللي هو بعد ارضيه البوتاجاز، بحيث ما تحرقش معاكي لو خدت لون معاكي. لو الفرن شغال مع الشوايه بتحطيهم مع بعض. لو الفرن شغال بس بتحطيها في الفرن وهي بتاخد معاكي لون، ممكن لو خد لون من تحت بتروحي طافيه وما تكملش 5 دقايق الشوايه. معلش عندنا هنا برد كتير والحمد لله كده. هبص يعني هوزع كميه المارينيه اللي انا عملته، وهسيبها شويه وتغطيها حوالي 10 دقايق وكده خلصت، وهحطها في الفرن. وبصي طلعت معايا جميله جدا. انا طفيت عليها وشغلت عليها الفرن الشوايه قصدي، وبسم الله ما شاء الله جميله جدا. ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها بالخضار، ممكن بصي مورق وطري وجميل وما شاء الله، يعني لونها يشهي كده ويستاهل بقكم. ما تنسلوش بدعوة كويسة، والصلاة والسلام على الرسول، ودعوة لوالدينا في ربنا يعتق رقبتهم من النار ويرحمهم ويرحم موتانا وموتى المسلمين. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك يا حلوين، وحشتوني كتير جدا. مع الف سلامة. في